فانا لخطا مما خطا يا جماعة، ما عاتب الشيء على العين مستور، في ذابحة السن تقرب وطاعة، إذا ما ذهب مبني على الظلم والجور. يا إخوان، من دخل إلى تلك الغرف يخشى عليه من نزول اللعنة، يخشى عليه من نزول اللعنة عليه لأنه يسمع الباطل. حرام بالاتفاق دخول تلك الغرف، لا يدخلها إلا عالم متمكن لمناظرتهم. أما أن تذهب لتسمع ما يقولون فاذهب إلى الخمار واشرب الخمر خير لك، لئن تشرب الدخان والخمر خير لك أن تذهب إليهم. أما أن تذهب لتسمع ما يقولون فاذهب إلى الخمار واشرب الخمر خير لك، لئن تشرب الدخان والخمر خير لك أن تذهب إليهم. لا تذهبوا إليهم، لا يجوز حتى ولا تقول أسمع لما يقولون. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر، ومن عمر، أن يقرأ في التوراة. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر، ومن عمر، أن يقرأ في التوراة. ألا ينهى أمثالنا؟ لا تدخلوا تلك الغرف. أليس من المعيب أن تكون غرف الروافض من أكثر الغرف؟ ولقد رأيت أن أكثر عامريها من أهل السنة والجماعة. لا يجوز حتى لو قرأوا القرآن وقرأوا في البخاري ومسلم. لماذا لا تسمعون الكلام؟ لا يجوز حتى لو قرأوا القرآن وقرأوا في البخاري ومسلم. لماذا لا تسمعون الكلام؟ حرام بالاتفاق دخول تلك الغرف، لا يدخلها إلا عالم متمكن لمناظرتهم. حرام بالاتفاق دخول تلك الغرف، لا يدخلها إلا عالم متمكن لمناظرتهم. أما أن تذهب لتسمع ما يقولون فاذهب إلى الخمار واشرب الخمر خير لك، لئن تشرب الدخان والخمر خير لك أن تذهب إليهم. لا يدخلها إلا عالم متمكن لمناظرتهم. لا يدخلها إلا عالم، لا يدخلها إلا عالم متمكن لمناظرتهم. لا يجوز حتى لو قرأوا القرآن وقرأوا في البخاري ومسلم. أنا بالذات يقول تيجاني يقول اسأل عن دينك حتى يقال عنك مجنون، نقلها من البخاري. فأتحداه يطلع لي هالرواية هذه اللي قلتها أنا، أتحداها أمام الناس. عندك ثم اهتديت هنا ولا ما عندي ثم اهتديت هنا؟ اعطيه لي بالله لو سمحت. عندي. هذا ثم اهتديت. بارك الله. هذا ثم اهتديت. أيوة خليه عشان لما يتكلم عنه يكون عندي الكتاب. أيوة. شكرا لك. أتحداه وأنه ينقل علي روايات ويقول التيجاني يكذب. أنا عمري ما كذبت، والدليل على أن المصادر التي ذكرتها كلها من مصادر السنة الموثوقة. لم أعتمد في كتبي، وهي 10 كتب كتبت، لم أعتمد مرة واحدة على رواية شيعية، وإنما اعتمدت في ذلك كتب جماعة أهل السنة، وأنا أولى بهم منك، وأنا أعرفهم أكثر منك، وأنا من الزيتونة لست من بلوشستان، ونحن وهابية. أنت أتحداك هو أمام الناس وأمام المستمعين. إذا تلقى حرف زايد في أي طبعة أنا أسلم له وألعن الشيعة. إذا هذا كذب، هذا كذب. هذا الصفحة ما أقول زائد وناقص. ليش تلزمني بشيء ما لا أقول؟ قلت 3 صفحات. ما قلت شيء زائد. أقول مثلا هنا صفحة 135 راجعت كتابك وإذا ب 38. عرفت كيف؟ تعالوا فاهموا تفهموا. هذا موضوع. أتحداك في هذا. موضوع ثاني. يقول الشيعة ليس لهم كتاب صحيح، هم يقولون صحيح. التيجاني هنا لما ذكر حديث ابحث عن دينك حتى يقال انك مجنون، قال ما قلت في البخاري. انظر ماذا قال. صحيح البخاري جزء 3 315. قال وما قال؟ موجود هذا الحديث، يعني هو في مشكلة حديث غير موجود في البخاري. هذا كذب، ليس في البخاري.
وهو قال ما قلت في البخاري، أنا موجود في البخاري وهذا كتابك ثم اهتديت. قلت انه اسمعني هو لما قال اضاعت الحلقه في نقاش التيجاني. قال رسول الله انا جئت اناقش التيجاني، انا جئت اناقش رجل هلا استشهد به قبل شوي استشهد به هلا قبل شوي. الدكتور التيجاني لما قال ابحث عن دينك حتى يقال عنك مجنون، طيب، وذكرنا له ذلك من كتابه لما أنكر وأريناه الكتابة، اعتذر بأنه باحث وأنه يعني لا تمسكون عليه هذه الكلمة، مع أنه قال كلمة عجيبة، وهو أنه قال إذا أثبتتم علي هذه الكلمة سأترك التشيع أو سأل عن الشيعة أو ما شابه ذلك من كلمات، ما أذكر ماذا قال، ولا أجده الآن يطبق شيئا مما قاله. طيب أتحداك هو أمام الناس وأمام المستمعين، إذا تلقى حرف زائد في أي طبعة أنا أسلم له وألعن الشيعة. إذا حقتم أن كلام المناظرين من الشيعة الإمامية الاثني عشرية مضطرب تماما. التيجاني أنكر أولا أنه قال عن حديث ابحث عن دينك أنه في البخاري، وزعم أنه إن ثبت ذلك فإنه سيترك التشيع أو يلعنه، وبعد ثبوت ذلك تملص عن وعده، فهو مضطرب في آرائه كما هو مضطرب في كتبه. أنكر أنه قال عن أصول الكافر. إذا تلقى حرف زائد في أي طبعة أنا أسلم له وألعن الشيعة إذا هذا كلمة ما عاتب الشيء على العين مستور، في ذابحة السن تقرب وطاعة، بما ذهب مبني على الظلم والجور، بما ذهب كده بدأ بالتساعة، أصل العين فيهم من أزمان وعصار.